بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا في مصر الجديده ورايح دائري امبابه او دائري بشتيل. انا اول مره اجرب المحور ده. انا عارفه طبعا وهو شغال بقاله كتير. اسمه محور تحيا مصر. هو محور المطريه وبعد كده مكمل على كوبري تحيا مصر، كوبري اللي على جزيره الوراق، وبينزلك على الدائري. فانا الساعه دلوقتي مش عارفها تكون ظاهره، بس هي 54 دقيقه، 5 ل 10. هنشوف هنوصل لحد الدائري في قد ايه. مشكلة دلوقتي ان منطقة الحلمية، انا طالع من مصر الجديدة وداخل على منطقة الحلمية جسر السويس، بس المنطقة دي اتعمل فيها محور العصار اللي يودي على الدائري عند ام بيومي او دائري السلام يعني. لكن من يوم ما اتعمل مش عارف، في زحمة جامد جدا على الكباري. مش عارف الطريق ده كان عامل ازاي مع انه متوسع كتير. معرفش كانت الزحمة عاملة ازاي قبل كده. لكن ايا كان هنشوف برضو الزحمه هتاخد مننا وقت قد ايه. الساعه 5 ل 10 هنشوف الزحمه لحد ما نعدي ميدان المطريه في الجنب التاني هتاخد مننا قد ايه، ونخصمها بقى ونشوف من ميدان المطريه لحد الدائري بشتيل او امبابه يعني. هنشوف هياخد معانا قد ايه. الزحمه دي بسبب ميدان الحلميه بيعدي فيه المشاة، معذورين طبعا. لكن يا ريت يلاقوا لنا حل، لو يعملوا نفق او يعملوا كوبري مشاة، اي حاجه يعني. ان الزحمه دي بتستمر لحد كوبري الحلميه اللي فوق المترو زي ما انتم شايفين كده. انا هوقف الفيديو طبعا، ووقت الفيديو مش هو الوقت اللي هنوصل فيه، لان انا بقطع كتير وبوقف تصوير. فانا هوقف لحد ما نوصل ميدان الحلميه ونبدا نعدي للميدان المطريه، ونشوف بقى هناخد وقت من هناك قد ايه. عدى 10 دقايق وانا لسه بعدي الكوبري اللي هنزل ميدان الحلميه. زي ما انتم شايفين الزحمه لحد الميدان بالظبط بسبب عبور المشاة. يا ريت لو يلاقوا حل بقى يعملوا نفق او اي حاجه. الموضوع صعب جدا هناك، وخساره المحور ده كله يبقى زحمه في الاخر كده يعني. كده انا بعدي كوبري المطريه فوق المترو. هنزل على ميدان المطريه وهطلع الكوبري اللي هيقابلني على طول. برضو ده نفس الاتجاه اللي مشيت فيه على محور العصار، لكن اول ما اطلع الكوبري اللي جاي هيكون في تفريعه يمين، دي محور العصار، وفي تفريعه شمال هتودينا على محور المطريه اللي بيودي على محور تحيا مصر او محور الضبع يعني. انا كده طالع فوق ميدان المطريه. لو دخلت يمين هروح على طريق شبرا بنها. انا كده داخل شمال على محور تحيا مصر. ايوه كده انا في وسط المطريه، داخل على منطقه المطريه اهوت. نشوف مع بعض الدنيا هتوصلنا لايه. على فكره هو في كارته فوق الكوبري، طبعا الناس عارفه كارته 20 جنيه. طبعا اللي بياخد المشوار ده كل يوم هيكون صعب عليه ال 20 جنيه وهيكون حاسبها يعني. لكن لو هو مشوار مره مش هتفرق خلاص بقى يعني ال 20 جنيه، لكن هتوفر معاك يعني، توفر وقت وجهد. الزحمه اللي على الدائري دلوقتي بسبب التوسعات اللي شغاله. فنشوف المحور. طبعا الشارع متوسع هنا ومتنضف زي ما انتم شايفين. ما جيتش من هنا بقالي كتير جدا، فبصراحه لا، الشارع بقى عريض جدا. الشارع ده كان فيه رصيف في النص، وكان اضيق من كده، كان تقريبا بياخد عربيتين. انا نسيت اقول لكم، بس الساعه دلوقتي 5:05، فنبدا نعد من هنا كأن انا متحرك من المطريه ورايح على دائري امبابه اللي رايح اكتوبر. بعد كده يعني دائري امبابه هيوصلك بقى، انت كده ممكن تنزل محور تروح اكتوبر، الشيخ زايد، تكمل على طول على الدائري تروح دريم، حدائق الاهرام، الفردوس والمناطق دي، حدائق اكتوبر، تنزل على ميدان الرمايه، الهرم. احسن كتير من انك تمشي من جوه تعدي بقى الزحمه. دلوقتي في منطقه مسترد. ده كوبري مسترد اللي قدامنا. باخد اتجاه المظلات كأني رايح المظلات وشبرا مصر.
طبعا المنطقة دي تعتبر الزاوية الحمراء. في على يميني كده ترعة الإسماعيلية، وعلى شمالي محطة الكهرباء والمستعمرة بتاعت محطة الكهرباء أو مساكن العاملين يعني. للأسف في شوية زحمة قدام محطة الكهرباء، ومش عارف سببها ايه، وشكلها طويلة شوية لأننا واقفين بقالنا 5 دقايق ماشيين على الهادي قوي. الطريق مقفول هنا، في حادثة. خلاص كده الطريق مفتوح. هو المفروض الطبيعي كده، دي حاجة عرضية مش هتحصل مع كل الناس يعني. نشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين انا كده داخل على منطقة المظلات. ايوه انا كده داخل. ايوه كده انا كده داخل على كوبري تحيا مصر. الكوبري ده المفروض هيعدي فوق موقف المظلات، وخلاص كده بعدي النيل. وظهر معايا خلاص عمارات اغا خان. اللي عايز ينزل يمين هينزل على شبرا، منطقة الطريق الزراعي عند شبرا عند المؤسسة كده يمين. لكن انا مكمل على طول زي ما انتم شايفين كده. الله، خلاص كده الطريق سالك ومفيش حاجة. انا بس هدفع كارتة فوق الكوبري وخلاص على كده. كوبري جميل جدا وتكلف وحاجة عظيمة. هو بس رجاء لو ينفع يعني ينزلوا الكارتة شوية، هيكون محور مهم قوي. لكن برضه انا شايف في يعني في ناس كتير معديه عليه يعني، حتى مع وجود الكارتة في عدد كبير من العربيات بتعدي منه، لانه طبعا بيوفر وقت كبير. طبعا كوبري معلق وحاجه عظيمه. اعرض كوبري معلق على ما اتذكر يعني انه اعرض كوبري معلق في العالم. اتاكد برضو من المعلومه دي. انا كده فوق النيل يا جماعه زي ما انتم شايفين. مش عارف هيبان معاك ولا لا. كده انا عديت النيل خلاص، داخل على منطقه الكارتة ووراها على طول الدائري. كده انا وصلت الدائري يعني. مع الساعه دلوقتي 5:15، وانا احسبها من 5 كنت في ميدان المطريه، 5:15 كنت في امبابه. كده داخل على الكارتة. نكمل الفيديو بعد الكارتة. الكارتة هنا معمولة على جزئين، فعدينا بسهولة جدا. مفيش وقف يعني، ما وقفناش في دور ولا حاجة. اللي عايز يطلع الجزء اللي قدام ماشي، او اللي عايز يقطع في الجزء اللي ورا ده ماشي. خلاص كده. الطريق ده بداية من هنا كده يوصلك لحد سيدي عبد الرحمن في طريق مطروح، وديك مطروح يعني. اسمه في الاساس محور الضبعة. الكوبري اللي فات اسمه كوبري تحيا مصر. لكن الطريق ده انا لو كملت على طول هوصل للطريق الصحراوي، وهقطع وهقابل الدائري الاوسطي، واكمل على طول توصل لسيدي عبد الرحمن. لكن هو طريق طويل شويه، يمكن اطول من الطريق العادي اللي هو طريق العلمين والصحراوي، وبعد كده طريق العلمين. لكن هو طريق مفتوح، بتمشي عليه طبعا السرعه عليه 120. لكن بقى يعني ايه، هو طريق مفتوح اللي عايز يعني. فاللي مسافر مرسى مطروح لو من القاهرة ياخد الطريق ده هيمشي براحته عليه. وانا فاكر ان هو كان بيتعمل عليه 6 بنزينات، والطريق فاضي خالص على فكرة. احنا كده يعني في بدايته. لكن في ناس كتير جدا بيكملوا من هنا لحد الصحراوي، ومن الصحراوي بينزلوا على الشيخ زايد وعلى اكتوبر. انا خلاص كده وصلت الدائري. قدامي حلين لو انا رايح اكتوبر، يا اكمل على طول بقى وانزل اكتوبر، يا اما هنا انا هنزل دائري. انا
انا كده بالظبط بعد كوبري الوراق في الاتجاه اللي جاي من المؤسسة او من السلام ورايح في اتجاه الهرم. انا كده بعد كوبري الوراق اللي على الدائري يعني لو انا ماشي على الدائري وعديت كوبري الوراق انا كده وصلت في الحتة دي بالظبط. خلاص كده نزلنا الدائري. نشوف يا جماعة كده المسار اللي احنا مشيناه في الفيديو. انا كنت في مصر الجديدة في الجزء القريب من المطار ده، وكنت عايز اوصل للمنطقة دي. يعني انا رايح على اكتوبر، فيعني كنت عايز اوصل لمنطقة الدائري عند منطقة بشتيل. نجرب المسار، فانا اتحركت بالظبط، او خلينا نظهر المسار فجأة اهوت. لو انا في المنطقة دي وعايز اوصل هنا، المسار هيظهر معانا بالشكل ده. بصوا يا جماعة اهوت كده انا وصلت هنا الدائري. طيب المسار شكله عامل ازاي؟ انا بدأت من مصر الجديدة قريب من تقريبا ده نادي هليوبلس، واتحركت من المكان ده بالظبط. قابلنا الزحمة اللي تحت كوبري التجنيد في جسر السويس حلمية الزيتون. اتحركت لحد ميدان حلمية الزيتون، كان زحمة جدا زي ما انتوا شفتوا في الفيديو. وبعد كده ده الميدان اهوت. وهنا طلعت كوبري الحلمية فوق مترو الحلمية او محطة المترو يعني. وجيت هنا طلعت فوق ميدان المطرية، وفوق الميدان كان في تفريعة يمين اللي هي بتوديك خلاص محور الفريق العصار اللي بيوديك على طريق شبرا بنها. وانا دخلت شمال هنا على شارع الكابلات. نزلت شارع الكابلات طوالي على طول، وشارع واسع وتنضف كتير يعني. دخلت شمال من تحت كوبري مسترد، واصبحت ترعة الاسماعيلية على يميني، ومشيت عليها لحد بعد شركة الكهرباء. تقريبا هنلاقي في طلعة الكوبري، والكوبري ده معمول دورين يا جماعة زي محور صفة اللبن. انا دخلت من الدور اللي تحت وبيبدأ يتفرع هنا. ثانية واحدة، ايوه كده طلعت اهوت. ده الدور اللي فوق اللي نازل، وانا كنت طالع، وكان في نزلة بتودي على المؤسسة شبرا، محطة المترو المشهورة طبعا في المؤسسة. كملت انا على الطريق من فوق على الكوبري، وظهرت معايا ده موقف المظلات، ظهر معايا ابراج اغا خان اللي في شبرا مصر. وانا مكمل على الطريق المحور لحد ما وصلت للكوبري اهوت، كوبري تحيا مصر. وكملنا عليه جزيرة الوراق تحتنا، هنا محطة الرسوم. ومكملين على طول لحد ما وصلت الى الدائري. ومن الدائري انا نزلت النزلة دي في اتجاه الهرم والرماية ومحور 26 يوليو والصحراوي طبعا اسكندرية. واللي عايز يكمل بيكمل على محور الضبعة يوديك لحد مرسى مطروح، او تنزل منه لمنطقة الكوم الأخضر او منطقة ابو رواش او طريق اسكندرية الصحراوي، وممكن توصل للدائري الاوسطي. مسار شكله جميل جدا، وفر معايا. انا رحت في تلت ساعة تقريبا. المسافة دي لو انت هتاخدها من جوه بقى كوبري اكتوبر وتنزل مثلا شارع البحوث، او عايز تروح مثلا بتعدي كوبري 26 يوليو، هياخد معاك ساعتين. فمسار جميل جدا. في النهاية اتمنى دعمكم واشتراككم في القناة عشان تساعدونا نقدم كل جديد، ونعمل فيديوهات عن مدن وشوارع وطرق جديدة في مصر، نوريكم الإنجازات اللي بتحصل. شكرا ومع السلامة.